السلام الله عليكم غالياتي، مرحبا بكم في فيديو جديدة من قناة مطبخ تفات. ان شاء الله الفيديو تاع اليوم تلقاكم كامل سعيدات مطمئنات وبصحة جيدة يا رب. اليوم حبيت نشارك معكم هذه الوصفة رائعة تاع الشوفلة. درت معكم رولي تاع شوفلة اللي رافقته بالحميصة كما راكم تشوفوا بطريقة تحضير سهلة. رايحة نعطي لكم ثاني جميع اسراره، يعني باش ما يتكسر لكمش الرولي هذاك، وثاني باش يجيكم بنة على بنة. برك حبيباتي ما تنسوش ديروا جيم للفيديو فضلا وليس امرا. نقولوا بسم الله ونبداو الوصفة تاعنا اليوم. كما راكم تشوفوا غالياتي، هنا عندي راس تاع شوفلة. الحجم تاعو متوسط، نتوما ديروا على حساب الافراد العائله تاعكم. نقيته نحيت له كامل هذاك الحشيش هذاك اللي يجي فيه، ومن بعد قطعته. كي تقطعوا غالياتي قطعوه بصفه عشوائيه باسكو رايحين يعني نمعسوه كي يطيب. نقيته كما راكم تشوفوا. حبيباتي ننصحكم تجربوا هذه الوصفه، رانا في وقت شوفلة وصدقوني بزاف بزاف بنين وهايل. هنا بعد ما نقيته كامل درته في الماء، غسلته 2 خطرات ولا 3 خطرات، ومن بعد درت له قطرات تاع الخل نخليه يعني يريح شويه فيه باش يعني نعقم الشوفلة تاعي. وبعد ما عاودت شللتم هذاك الخل، دوكا درته في كسكاس، درت له كميه تاع الملح ونحطه باش يفور يعني حتى يطيب لي. زدت درت معاه ثاني غالياتي 2 يعني اوراق تاع الرند. من جهه واحده اخرى كما راكم تشوفوا في المقله درت كميه تاع الزيت سونغو يعني تاع طياب، وخليتها حتى سخنت شويه. ومن بعد كنت رحيت حبه بصل متوسطه، رحيتها في الاشواط، درتها في هذيك المقله وحمستها شويه كما راكم تشوفوا. ومن بعد ملحتها ودرت شويه تاع الفلفل الكحل، هذا مكان نتوما تقدروا ديروا اي نوع تاع لي زيبيس اللي راكم حابين طيبوا به. فوالا. ومن بعد هنا غالياتي ثاني نسيت ما قلت لكمش، كنت رحيت مع هذيك الحبه تاع البصل 2 فصوص تاع ثوم. هنا عندي كميه تاع اللحم المرحي ولا لا فيونداشي، درتها مع هذاك البصل، ونسيي كيفاش نحلها، يعني ما نخليهاش هكذاك يعني تتكتل. نسيي كيفاش نحلها بفرشيطه ولا سباتول ولا ملعقه خشبيه. لازم يعني نفتتها كامل ونخليها تطيب على نار تكون متوسطة. لازم يعني حتى تحصلوا على فيونداشي تكون طيبة وتكون يعني شربت كامل هذوك، سورتو إلا درتو كمية تاع المعدنوس. أنا هنا ما كانش متوفر عندي، حتجيكم بزاف بزاف بنينة ونحتفظ بها على جنب. هنا بعد ما طاب لي الشوفلور تاعي كما راكم تشوفوا، درته في هذا لو ريسيبيون، درت كميه تاع المعدنوس مقطع رقيق، ودرت ثاني الملح ما درتش باسكو كنت دايره مع الاول. زدت له غير شويه تاع الفلفل الكحل عفوا. ومن بعد جبت هذا الاداه ومعست كامل هذاك الشوفلور تاعي. هنا بما انه يعني كيما على بالكم شوفلا يعني فيه كميه كبيره تاع الماء، لازم ندير له 2 ملاعق كبار يكونوا بيان معمرين تاع الفارينه باش يعني يحكم روحه شويه. وزدت له 2 حبات تاع البيض ونخلط كلش. حبيباتي لازم الخليط تاعكم يعني باش السر باش ما يتكسر لكمش الرولي، لازم الخليط تاعكم يجيكم بهذا القوام. يعني الا جاكم ناشف ديروا في بالكم بلي رايح يتكسر لكم الرولي كي جو يعني تدوروه. هنا جبت سنيوه وحطيت فيها بابي كويسون كما راكم تشوفوا باش نضمن بلي ما يلصقليش. دهنته هكا، زدت دهنته بشويه تاع الزيت، ومن بعد فرغت الخليط تاعي تاع الشوفله فوق هذاك البابي كويسون. ولا عندكم لا شابلور خالياتي ديروا هكا طبقه تاع لا شابلور من تحت، ومن بعد فرغوا الخليط تاعكم. رايحين يعني تتاكدوا 100% بلي الغولي تاعكم ما راحش يلصق لكم، يعني هذه كتدبيره. بعد ما سويت كامل السطح تاعو كما راكم تشوفوا، شعلت الفوق ندخلو باش يطيب يتحمر مليح. لازم تخلوه يطيب لكم مليح من تحت حتى تشوفوه يعني الاطراف بداو يحمروا. ومن بعد شعلوا عليه من الفوق. وبعد ما طاب لي نحيته، جبت هكا مورسو تاع بابي سيلفوريزي ولا ورق الطبخ،
حطيته هكا من الفوق، بعد قلبته بهذه الطريقه. دوك تشوفوا معايا فوالا. ومن بعد هنا يعني غير بشويه، غير بالعقل نسيي نحي هذاك البابي. ما تخافوش، خلوه يبرد شويه يعني باش يعني باش ما يتغسلكمش. وعاونوا روحتكم بالموس كما راني ندير انا. صدقوني حبيباتي، يعني طريقة سهلة كما شفتوا معايا، بسيطة، ما فيهش يعني بزاف حاجات. يجيكم اروع ما يكون، يجي بزاف بنين، يجي بريزونطابل. تقدروا يعني ديروه كطبق رئيسي في رمضان ان شاء الله. الى حيانا ربي تقدروا ثاني ديروه لضيافكم، ولا يعني لما لا للعائله تاعكم هكذا، يعني باش تفرحوا ولادكم وتفرحوا يعني افراد العائله تاعكم. هنا حبيباتي هذا الجبن كنت شاركت معكم الفيديو اللي قبل هذا، حضرت معكم الجبن البيدون ولا جبن كريمي الابيض. يجي ولا اروع، فيه بنه يعني ما شاء الله، والله العظيم يا البنات غير خرج خير متاع برا. فيه واحد البنه، فيه واحد لا تيكستور بزاف هايله. درت طبقه هكا فوق شوفلور تاعي، ومن بعد جبت هذيك لا فيون داشي اللي طيبتها من قبل، ودرت طبقه واحده اخرى هكذا يعني فوق هذاك الفرماج. نتوما تقدروا ديروا في بلاصه هذاك الفرماج اللي درتو فرماج تاع المثلثات ولا اي نوع من الجبن اللي عندكم. ومن بعد نبدا يعني نلف الغولي تاعي بهذه الطريقه، يعني طريقه سهله كما راكم تشوفوا معايا. شوفوا يعني ما تبدلش كامل القوام تاعو، ما تكسر ليش وما لصق ليش. وهذه الوصفه يعني ننصحكم تجربوها برك، لازم تتبعوا الخطوات كما قلت لكم في الفيديو. فوالا نلويه هكذا بهذه الطريقه حبيباتي. رابط تاع الفيديو تاع الفرماج رايحه نخليه لكم في اول تعليق مثبت يعني بالنسبه اللي مازال ما شافوش الفيديو. وهنا رفدت الرولي تاعي درته هكا فوق سنيوه. وهذا المرحله يعني نتوما تقدروا تستغناو عليها، انا حبيت يعني نزيد نزينه هكا من الفوق بهذا الجبن هذا اللي جاي تاع البرجر ولا سلايس. درته هكذا من الفوق، يعني انتوما تقدروا تستغناو عليها ولا ديروا اي نوع تاع الفرماج غابي يكون عندكم. دخلته للفوق يعني ماشي حتى يذوب، قسمه يطلق روحه شويه برك باش يدي لا فورم تاع هذاك الغولي. ومن بعد خرجته وراني نقطعه معاكم. جا من اروع ما يكون، جا يعني الطري ماشي ناشف، جا مفرمج وثاني بزاف بنين. برك كنصيحه كي تجوا تقطعوه قطعوه بالموس هذاك تاع الخبز، يعني باش ما يتخسر لكمش. هذه هي الطريقه غالياتي، ننصحكم تجربوا هذه الوصفه، وباسكو على بالي بلي رايحه تعجبكم بالبزاف. وهوليك الغولي تاعي حبيباتي بعد ما يعني قطعته وقدمته بهذه الطريقه. درته هكا ساير داير في الطبسي، وفي الوسط درت هذيك المرقه اللي كنت طيبتها، يعني المرقه تاع حميصه صوص بلونش مع هذاك يعني مورسو تاع الدجاج، فتته هكا من الفوق، رشيت عليه شويه تاع المعدنوس يعني باش يعطي لي مظهر شباب كما على بالكم، يعني العين تاكل قبل الكرش. فوالا. وان شاء الله غالياتي ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه وتعجبكم، وان شاء الله تخلوا لي رايكم في التعليقات كما العاده. يعني شحال نفرح كي نلقى تعليقات ايجابيه. ولما لا ديروا لي جيم للفيديو حبيباتي، ما تنساوش ديروا جيم فضلا وليس امرا. اللي مازال ما اشتركتش في القناه دير اشتراك، ولما لا تبارطاجي الفيديو مع العائله تاعها ومع اصدقائها. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم، مع السلامه.